لحسن الحظ أنا تربيت في بيت مسيحي تقليدي، وكان لدي مجموعة من الأناجيل والصلبان كفتاة شابة في ذلك الوقت، ولم أسمع عن الإسلام حتى أصبحت في عمر البلوغ. ولحسن الحظ أيضا كنت منخرطة في الأعمال العقارية في ولاية كاليفورنيا، وقابلت بعض الناس المسلمين، ومن خلال الأسئلة التي طرحتها عليهم قادوني أو أخذوني إلى المسجد، وحضرت دورة عن الإسلام في كلية خاصة بالمجتمع هناك، ووجدت نفسي منجذبة بشكل قوي جدا إلى الدين، وبشكل خاص لأنه في المسيحية أحد الأشياء بالنسبة لله، وعلى الأقل نذهب إلى الكنيسة مرة واحدة في الأسبوع، على الأقل يوم الأحد، ولكن بالنسبة للإسلام هناك نشكر الله ونصلي الله خمس مرات في الأسبوع، وفكرت أنه من الأفضل أن نشكر الله ونصلي 5 مرات في اليوم أفضل من مرة في الأسبوع. ولذلك هذا التحول أو الانتقال من كوني مسيحية إلى أن تحولت إلى الإسلام وأصبحت مسلمة. ولحسن الحظ أيضا خلفيتي في الأديان كانت مفيدة جدا، وساعدتني بشكل كبير لكي أستوعب الفكرة الكاملة عن الإسلام، والتميز الأخلاقي والتواضع، والأشياء التي تعلمتها كفتاة عندما ترعرعت في تربيتي في الكنيسة وغيرها، وأنفقت المزيد من الوقت في الكنيسة منذ الوقت الذي ولدت فيه حتى ترعرعت كشابة. ولكن بدون شك أن التعاليم التي وجدتها في الإسلام كانت مختلفة بعدة طرق. قبل التعاليم، ما الذي لفت انتباهك في المسلمين وجذبك أول مرة؟ When I met the first Muslims, I was moved by انتقلت أثارني أو حركني تواضع النساء وعفتها والهدوء الذي كنا يتحلين به، والذي كان بداخلهم، هذا الهدوء الذي كان بداخلهن، كنا مرتبطات بشكل قوي جدا بإيمانهم بالله. ولحسن الحظ أن أولئك الناس من العربية السعودية كانوا أقوياء في تعاليمهم وفي دينهم وفي معتقداتهم، وبسببهم تساءلت بشكل متزايد عن وطرحت المزيد من الأسئلة عن هذا الدين. وفي البداية حتى قبل أن أتكلم، لماذا يقومون مثلا بوضع رأسهم والسجود على الأرض خضوعا؟ كان هذا سؤال كبير يدور في ذهني، وتدريجيا تمت الإجابة على سؤالي بعد أن قلت هذا لا يعني أن يكون، ما الذي تعنيه بذلك؟ قد أظهروا لي بشكل واضح بشكل مباشر بطريقة أو بأخرى لماذا المسلمين يقومون ببعض الأشياء التي يقومون بها في ممارساتهم للعبادات والثرفية بشكل كبير. أكثر إثارة كانت السجود. So the most important point was the way they put their head on the ground. من حواري معك. Yes. I was by the fact that فيني الحقيقة before praying أنه في حقيقة قبل الصلوات الخمسة كل يوم يجب أن يقوم الشخص بالوضوء، وهي عبارة عن حقيقة بتحضير أنفسنا للتواصل مع الله، الاتحاد والتواصل مع الله. ولم تكن لي تلك التجربة من قبل، وكان لذلك قوة كبيرة في إقناعي بأن هذا الرسول الأخير كان في الحقيقة، وبكل تأكيد أرسله الله إلينا. وبإدارة ظهري عند تلك النقطة وبتجاهل تلك النقطة كان مستحيلا. وضع المرأة تنبيه لك بأنك قمت بمقارنات في وضع المرأة في الغرب، وضع المرأة المسلمة وأحكام التي تحوط بها
قصة الحقوق والطبيعة نعم بالتأكيد النساء في كاليفورنيا حيث كنت أعيش في ذلك الوقت بشكل عام لم تكن النساء تحضر الكنيسة تأتي الكنيسة بشكل منتظم. والحقيقة وبمقابلة النساء من السعودية وجدت أن النقطة المحورية في حياتهم هو الله، ليس هذا أو ذلك أو أولويات أخرى. الله كان دائما الأولوية بالنسبة لهن. ولحسن الحظ ثانية أنني كوني من خلفية من عائلة ورعة أو محافظة، فهذا وضع في الجذور أو الأساسيات، لأنني مثل العديد من النساء الأخريات قد أميل إلى مثل الآخرين ربما أن أبتعد قليلا عن التدريب الديني أو التعلم الديني، ولكن ذلك تذكرني عندما قابلتهن أن هناك أشياء ما يمكن أن يضعها الأشخاص في حياتهم وما الذي يجب أن يشهدوه في هذه الحياة. وتلك النساء ذهبن إلى المدارس واهتموا بعائلاتهم، صلوا 5 مرات في اليوم، وقاموا أيضا بالصيام في رمضان، وكانوا محترمين جدا، كانوا جديرين بالاحترام ليس لأنفسهن فقط ولكن أيضا كانوا يحظين بالاحترام من كل من قابلناه. كنا خاضعات لله بشكل كامل. وحكيها من كلامك أن النموذج العملي، التطبيق للإسلام البسيط التلقائي من النساء التي رأيتهن هو الذي أثر بك. أسمع قصة إشهار إسلامك بعد هذا الفاصل إن شاء الله. دوما لك